السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في الشيوات المغربية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما خاصكم حتى خير. مرحبا بكم فيديو جديد. شكرا لكم خوتي وخواتاتي داخل المغرب وخارج المغرب. شكرا لكم على الكومنتيرات ديالكم واللايكات ديالكم والمشاهدات ديالكم والتشجيعات ديالكم، والله يخليكم ليا العزيز الغاليين. مرحبا بكم فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم قليل اللي غادي يعرفوا وقليل اللي غادي يكون داخل الفيديو ديال اليوم. تبعوا معايا باش تعرفوا اشنو درت، اشنو هو في هاد الفيديو. يلا وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبداو الفيديو ديالنا. عندي هنايا واحد الكمية ديال البلبولة البلدية البنات، البلدية ماشي اي بلبولة. اني كنقرب لكم فيها النخالة. البلبولة البلدية كتباع غير في تمشي شي مطحنة عندكم ولا شي ما عرفت واش كيتباع في الهري ولا ما كيتباعش في الهري، ولكن انا كنمشي ليها للطاحونه فين كيطحنوا الزرع. عندي هنا الكميه كما قلت لكم، وعندي هنايا واحد الكميه لقطتها من الجرده ديالي مخلطه، فيها البقوله وفيها شي طريفه ديال الكرافس وفيها هاد السيقان ديال اللفت طريه وفيها البصله خضريه وفيها الثوم القصبي وفيها عريشه ديال البسباس، يعني تخليطه متنوعه. ودابا غادي ندوز نغسل هاد البلبوله هادي، نغسلها مزيان، نحيد ليها داك النخاله وغادي نديرها تفور. وبقاو معايا باش تعرفوا الاكله. هاد الاكله هادي صحيه بزاف 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 كاع. جربوها وغادي تعرفوها. اللي فايت ليه دارها غادي يعرفها، اللي ما فايتش دارها كنتمنى منك اختي ولا بنتي نوضي ديريها، والله العظيم غادي تشكروني عليها. لذيذه بزاف وصحيه، وبالخصوص خرجنا من شهر رمضان الكريم، راه شبعنا المعجنات، شبعنا بزاف ديال. ما كانش اللي ما دارش هاد المعجنات في دارو في رمضان، ما كانش اللي ما وكلها لولادو، ما كانش اي دار فيها كلينا بزاف ديال المعجنات. ولهذا جبت لكم هذا الطبق هذا، غادي ينفعكم في المعده ديالكم والصحه ديالكم، وجربوه. كما شفتوا دابا غنفور التفوره الاولى، وغادي نسقيها بالماء ونعطيها شويه ديال الملحه على حسب الذوق، ونخليها ترطاب، ونخليها نرد على جنب. لحقاش غادي نفورها غير 2 مرات. البلبولة يعني كتفور غير 2 مرات، المرة الأولى والمرة الثانية. صافي غادي نخليها تشرب الماء ديالها مزيان ترطاب، وغادي ندوز نقطع داك البقولة وغادي نديرها تفور عاوتاني. راه ما فيهاش المقادير، هاد الطبق هذا راه ما فيهش المقادير، ولكن البنة ديالو ما نقولكمش عليها. والله القاسم البنات، إلا جربتوها غادي تحمقكم وتبقاو تقلبوا على البقولة. ولكن باقي وقت البقولة باقي في شي بلايص يعني طرية، ولكن أنا في الجردة ديالي ما بقاتش حيت كنت كنحيدها. لقيت غير شي حاجة، ولكن ديبانيت راسي حتى داك السيقان ديال اللفت طرية والبسباس والبصلة الخضارية. المهم جبت هاد الربيطة هادي قضات الغرض. كلشي طري، كلشي بيو ومغسولة ومستقطرة. وغادي ندوز دابا البرمة ديالي راه هاد البوطة، غادي ندوز نقطع غير بالموس، ما تحتاجش لاشوار. عندي الكمية قليلة، وداك الثوم القصبي وداك البصلة الخضرية الورق ديالها عطاه واحد البنة عاوتاني. ما نقولكمش عليها. الأكلة صحية 1000000%، ماشي 100%، 1000000%. شوفوا الناس القدام اللي كانوا كياكلوا هاد الأكلات ما كانوش كيتشكاو بالمعدة اولا المصران اولا الراس اولا، كانوا تبارك الله ما شاء الله. كانوا هاد الطبق هذا قليل اللي غادي يكون كيعرفو، قليل قليل قليل. ولهذا انا فضلت نديرو معكم باش ان شاء الله تنوضوا توجدوا حتى نتوما. وساهل التحضير، ممكن تغداي به غير هو بحال هكا تاكلي كسكسو.
ممكن تعشّي بيه كيجي ولا أروع. هنا دابا راني طيّبت والبقولة ديالي طيّبتها وخليتها تستقطرات، داك الما ديالها ما عصرتهاش غير خليتها تستقطر على خاطرها، داك الشي اللي بقى ماشي مشكل غادي هذا باش تشربوا البلبولة نيت. صافي تنخلّط هاد البلبولة وهاد البقولة أولا الخبيز. كتحتاج غير الكمون فقط، السودانية كتبقى اختيارية، الملحة ديجا درنا الملحة البنات. هنا الزيت راني درت تقريبا كاس لارو باقي نزيد، هنا شوية د القزبور مقطع رقيق، لقيتو مسنبل في الجردة ديالي وجبتو قطعتو هنايا، عطا واحد المذاق ما نقولكمش. واعرة البنات واعرة هاد الوصفة والله العظيم غا جربوها وما تندموش، يعني ما كتطلبش شي مجهود بحال اللي كانوا الأمهات ديالنا وجدودات جدات ديالنا ما كان يعني كيصاوبوا داكشي عينهم ميزانهم وداكشي بسيط وداكشي صحي. يا سلام، يا سلام، يا ريت يا ريت يا ريت نرجعوا لهاد الوصفات ديال الزمن الجميل. هنا كنزيد واحد شوية الزيت كما قلت لكم، بحال غادي ندير كاس لاروب ديال زيت الزيتون، ضروري هاد الوصفة هادي خصها زيت الزيتون. والحمد لله هاد العام راه رخصت، واخا كانت في الأول شوية غالية ولكن دابا رخصت الحمد لله. هاد الطبق ديالنا وجد البنات، صدقوني جا لذيذ 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 بزاف، شهوة منه وصحي. وكلوه لوليداتكم باش يعرفوا التقاليد ديال المغرب ديالنا، التقاليد العريقة. بزاف ديال الأكلات خصنا نبحثوا عليهم. بالصحة والراحة، نتلاقاو فيديو قادم إن شاء الله.